خلينا متفقين ان الناس نوعين، نوع بيحب المسلسلات الكوري ونوع مش بيحب يتفرج على اي حاجه فيهم. بس انت سواء بتحب المسلسلات الكوري او لا، فده المسلسل الوحيد اللي الناس كلها اجمعت عليه ان ده من احسن المسلسلات اللي اتعملت في التاريخ لحد دلوقتي. لو انت فتحت السوشيال ميديا مؤخرا هتلاحظ ان كل الناس بتتكلم عن مسلسل سكويد جيم. بس ليه المسلسل ده من انجح المسلسلات اللي نزلت في تاريخ نتفليكس كله؟ في الفيديو ده هنتكلم عن كل تفصيله مهمه في الموسم الثالث اللي حرفيا لسه نازل من كام ساعه، وهنحلل وهنفسر كل حاجه فيه بالتفصيل. وما تنساش تكتب في الكومنتات ايه هي اكتر شخصيه انت اتضايقت عليها اللي هي ماتت في الموسم الثالث. المسلسل ده بيورينا الفجوه الكبيره اللي بين الاغنياء والفقراء، وازاي الناس ممكن تضحي باي حاجه عشان الفلوس، لان في ناس كتير قوي بيبقى عندهم نفس المشاكل دي. بنبدا في الموسم الثالث في الحلقه الاولى لما كانوا بيقتلوا لاعب معين، بس هم ما قتلوش بجد، هم قتلوه كده وكده عشان في الاخر بياخدوه في اوضه عمليات وبيبداوا يشرحوا جسمه وبيبيعوا اعضائه او بيستخدموها في حاجات تانية، بس الحاجات دي كلها بتبقى في السر. ولكن مش ده اللي يحصل مع الشخصيه دي بالظبط، هتعرف كل حاجه دلوقتي قدام. بعدها بتيجي واحده بتبقى عايزه تنضم للي هم بيعملوه ده، وبتقول له يعني اللي احنا كلنا في نفس المركب وبتاع، ومش هيحصل حاجه لو انت وريتني غرفه العمليات دي، وباين يعني من طريقه كلامها اللي هي عايزه تنضم معاهم. بعدها بيجوا الحراس بيرجعوا سيونغ تاني للعبه وهو جوه صندوق كده، وبنعرف وقتها ان فرونت مان كان قصده يسيبه عايش، لان سيونغ كان السبب في الانقلاب اللي حصل في اخر الموسم الثاني لما كانوا هيوقعوا نظام اللعبه كله. فبدل ما يقتلوا سيونغ حبوا يحطموه نفسيا اكتر ويخليه يشوف باقي الناس في اللعبه وهي بتموت قدام عينه، عشان ده الغرض بتاع اللعبه من الاساس، اللي هو يعرض لك الجانب البشع من كل لاعب. بعدها بيظهر المحقق وهو لسه بيدور على الجزيره المعزوله اللي بيتعمل فيها الالعاب. بصراحه يعني بيني وبينكو انا زهقت له، يعني بقاله موسمين اتنين بيدور على الجزيره ومش عارف يوصل لها، ده حتى في ناس اتولدت وناس ماتت في اللعبه وهو لسه ما لقاش الجزيره. بس اكيد كل ده مش من فراغ، السبب اللي هم معاهم في المركب شخص خبيث شغال مع الفرونت مان. اي حاجه حرفيا بتحصل في المركب او لما بيقربوا للجزيره على طول الشخص ده بيحكي للفرونت مان ان هم يعني قربوا يوصلوا، وبطريقه معينه بيرجعوا يبعدوا عن الجزيره تاني. سيونغ بيصحى من الغيبوبه وبيكتشف ان في 35 واحد من اللي اتحالفوا معاه الموسم اللي فات ماتوا، فبدا يجيله شك في نفسه واللي هو كان السبب في موت الناس دي كلها، وهي بتبقى نقطه تحول جواه، وبنبدا نشوف شخص مختلف من سيونغ. الشخص الخبيث ده بيرجع يتصل بالفرونت مان وبيبدا يحكي له كل التفاصيل الجديده. الفرونت مان قال له ما تخليهمش يوصلوا للجزيره قبل ما الالعاب تخلص، ولو ما عرفتش اقتلهم كلهم حتى المحقق كمان يقتله معاهم. المفروض يعني ان المحقق ده اخو الفرونت مان، وهنا بيبان قد ايه الفرونت مان ده شخص بارد وما عندوش اي مشاعر. الست العجوزه دي بتحكي لسيونغ كل حاجه وبتقول له ان اللي حصل ده ما كانش بسببك، ده كان بسبب الشخص اللي كان المفروض يجيب الذخيره لزمايله في الموسم الثاني وفشل من كتر الخوف. سيونغ بيدرك وقتها ان كل اللي حصل ده بسببه مش بسبب نفسه. بيبدا طول الوقت بعدها باصص على الشخص الثاني ده عشان يفكر ينتقم منه ازاي. بعدها بيدخلوا غرفه العمليات عشان يشرحوا الجثه اللي ماتت من شويه. لو خدت بالكم هتلاحظوا ان البنت دي في المواسم اللي فاتت كانت عنيفه بشكل مش طبيعي وكانت بتقتل الناس كلها من غير اي رحمه، بس اللي يحصل دلوقتي العكس، بدل ما تسيب الناس يشرحوا جثه الشخص ده هي هتنقذه وهتقتل الناس كلها ما عدا الدكتور، وقالت له لو انت ما انقذتش الشخص ده انت هتموت مكانه، لان الشخص ده بنته عندها مرض السرطان ومحجوزه في المستشفى. فالموضوع ده بالنسبه للبنت دي حساس جدا، لانها اتخلت عن بنتها زمان في كوريا الشماليه وندمت عن التصرف ده، فبتحاول يعني ترجع ضميرها وتصلح غلطتها من الاول خالص. حد من اللي شغال في المركب بيتكلم مع المحقق وبيقول له انا شاكك في الكابتن بارك ده لانه السبب في اختفاء صاحب طياره الدرون. بالمناسبه الكابتن بارك ده هو الشخص المتفق مع الفرونت مان، بس المحقق في الاخر ما اقتنعش بالكلام اللي هو بيقوله عشان بارك انقذه لما غرق في البحر قبل كده، فبقى صعب يشك فيه. كالعاده حصل تصويت جديد عشان يشوفوا مين عاوز يكمل ومين عاوز يخرج. بعد ما كتير من اللي كانوا عايزين يخرجوا ماتوا في التمرد اللي حصل ضد النظام، بقى سهل جدا التصويت لصالح الناس اللي عايزه تكمل اللعبه يكسب. بيبداوا يلعبوا لعبه جديده وهي زي الغميضه كده والاستغمايه على حسب كل دوله مسميها ايه، متكونه من فريقين، فريق احمر وفريق ازرق. الاحمر دوره بيدور على الازرق ولو لقاه بيقتله بسكينه. بنلاحظ ان سيونغ مع الفريق الاحمر وبكده المفروض اللي هو يقتل، بس هنا والاول مره ما اعترضش على فكره اللي هو ممكن يقتل حد، بالعكس تحسوه اتحول لشخص تاني. الحلقه الاولى كانت بتمهد للي يحصل في الحلقه الثانيه وباين اللي هي هتبقى مليانه توتر وكلها مجزره، وفعلا الحلقه الثانيه بالذات لمست ناس كتير قوي من جواها لان حصل فيها كميه حاجات محدش كان يقدر يتوقعها قبل كده. في الحلقه الثانيه المسلسل ركز بشكل كامل
بالكامل على لعبه الاستغمايه. الحلقه كانت عنيفه ومرعبه ومليانه مشاعر بشكل مش طبيعي. التصميم البصري في سكويد جيم مش طبيعي، متاهه بالوان طفوليه كانك بالظبط جوه اوضه طفل، بس مرعبه بطريقه غريبه. فيها ابواب بتفتح على الهواء، والاغرب ان محدش وقع ومات فيها، كانهم بنوها بس علشان يعذبوهم نفسيا. كل واحد من الفريق الازرق اتوزع عليه نوع من 3 مفاتيح، وكل باب محتاج نوع معين، ولما اكتشفوا ان عشان تخرج لازم كل المفاتيح تتجمع معاك. بنيجي للشخصيات اللي كانت جزء كبير من الحلقه دي، اللي هم جيوم جا وجون هي وهيون جو. طبعا انا عارف ان انا ما قلتش اسم فيهم صح، بس ده الطبيعي يعني كوني مصري. دول بقى كانوا من اكتر الشخصيات اللي حبيناهم، او مش كلهم، وكانوا مع بعض طول الوقت، بس للاسف مش كلهم هيكملوا. الشخص المتحول في الحلقه دي مات او ماتت، مش عارف بصراحه اوجه له الكلام ازاي، بس موته كان بطولي لانه كان بيحمي الست الكبيره في السن والبنت اللي كانت حامل، وفعلا بذل مجهود كبير جدا عشان يحميهم. بس المسلسل ما رحمهوش، اتجرح في رجليه وهو بيقتل حد تاني، واخيرا وفي الاخر لقى باب الخروج، وبرده كان معاه ال3 مفاتيح، بس بدل ما يهرب لوحده رجع تاني عشان ينقذ الباقي. وفي بنت وقتها كانت بتولد، بس اول ما الشخص ده جه يقول لهم اللي هو لقى مخرج في لحظه ومحدش متوقعها، اتغدر بيه في نفس الوقت وطعن في ظهره ومات. المهم اللي طعن الشخص ده كان جوز البنت الحامل، كان المفروض يحميها، بس علشان يفضل في اللعبه كان لازم يقتل حد، فقتل الشخص المتحول ده. تتفق معايا او تختلف، بعيدا عن معتقداته شخصيته في المسلسل دي كانت اول مره اتعاطف معاه، لانه كان من اكتر الشخصيات الشجاعه اللي في المسلسل ده، وكان باين قوي في الحلقه دي بالذات قد ايه هو ضحى بنفسه. انا مش متفق معاه طبعا اللي هو يكون متحول جنسيا او كده، انا بتكلم في التصرفات اللي هو عملها. سكويد جيم شاطر في اللي هو يحطك قدام مواقف مستحيله، هل المفروض تفكر بالعقل وتهرب باي تمن، ولا تتمسك بالمبادئ بتاعتك وتخسر؟ ولكن المفاجاه ده ما كانش اكتر مشهد محزن في الحلقه. في الاخر ابن الست العجوزه اللي داخل اللعبه على امل يعني اللي هو يحمي امه جالها وهو بيعيط، واعترف اللي هو ما قدرش يقتل اي حد، وده معناه اللي هو خلاص هيموت، عشان اللي في الفريق الاحمر عشان ينجح لازم يقتل اي حد. الست العجوزه وقتها بقت شخصيتي المفضله، عشان كانت بتقول له اللي هو يقتلها عشان يعيش، بس هو ما قدرش طبعا يقتل امه، فعمل ايه بقى؟ راح للبنت الحامل وكانت شايله طفلها عند باب الخروج، لكن الست العجوزه طعنت ابنها من ورا. مش متاكد نيتها وقتها كانت تقتله ولا لا، بس هي كانت عايزه تشتته وتعطله مؤقتا عشان هو خلاص كان رايح يقتلها حرفيا، بس في الاخر مات بسبب امه. الوقت خلص وهو ملحقش يقتل حد فخسر، ودي كانت من اسوأ اللحظات اللي شفتها في المسلسل. بالنسبه لسيون بطل المسلسل فتحول بالكامل، كان مع الفريق الاحمر ومن غير ما يتكلم قاعد يدور بس على الشخص اللي كان سبب خيبه الامل الكبيره في الموسم الثاني. سيون وقتها بقى بارد ومرعب، ولما قابل الشخص الجبان ده حاول يكلمه ويبرر، بس برضه حاول يغدر بيه. في الاخر سيون عمل ايه بقى؟ خانقه بايده لحد ما مات، ودي كانت اول مره ممكن نحس فيها ان سيونغ مش ندمان على اللي هو عمله، بالعكس هو موته وهو مرتاح. ومن الشخصيات برضو اللي ماتت في الحلقه دي كانت الشخصيه اللي كانت بتؤمن بحاجات غريبه، الشخصيه كانت مجنونه دي، ودي من الشخصيات اللي انا ما كنتش بحبها بصراحه في المسلسل كله، بس للاسف في الحلقه دي كانت احسن نسخه منها، وكانت مضحكه برضو بصراحه في نفس الوقت. الناس اللي كانوا معاها كانوا متعشمين يعني فيها، كانت يعني بتضحك عليهم على اساس يعني اللي هي شايفه اشارات من الهه معينه، لكنها في الاخر كانت بتالف. بعدين اتقتلت على ايد شخص من الفريق الاحمر، هو كان شخص عبيط وطبعا مستحيل حد يجي في باله اللي هو ممكن يقتل، بس هو وقتها خد حبايه من حبات الشخص اللي اسمه سانوس. بعد ما خد الحبايه قعد يشوف هلاوس لحد ما قتلها، رغم ان الشخصيه دي كانت مستفزه بس موتها كان غريب، لانها اخيرا كانت بتبان اللي هي شاطره وعامله نفسها فاهمه في كل حاجه، في الاخر بانت على حقيقتها. الحلقه الثالثه بتبدا بعد لعبه الاستغمايه اللي كانت من اعنف الالعاب اللي شايفها المتسابقين لحد دلوقتي. كنت فاكر ان احنا هناخد استراحه بعد اللعبه العنيفه دي، بس الحلقه دي اثبتت لي ان مفيش رحمه تاني بعد كده. كالعاده في تصويت جديد بيحصل في المرحله دي، لو اللعيبه اختاروا اللي هم ينسحبوا كل واحد منهم يرجع بفلوس تعدي $1,000,000. الست العجوزه قعدت تترجاهم كتير اللي هم يوقفوا اللعبه، بس كله كان بيبص لها بصه استغراب كده ومحدش رضي في الاخر يديها اي رد فعل. بعد كده الست العجوزه قعدت مع سيونغ اللي لسه متحطم نفسيا، نسي هو اصلا كان جاي ليه، نسي هدفه الحقيقي، بس الست العجوزه جت وفكرته وطلبت من سيونغ في الاخر اللي هو يوعدها لو هيهتم بالطفله الصغيره وامها. وتاني يوم الصبح كل الناس صحيوا لقاها ميته. نادرا لما بلفت الانتباه للتمثيل في المسلسل ده، بس بجد الست العجوزه دي لازم الناس تتكلم عليها اكتر. الاداء بتاعها في المسلسل كان واقعي جدا، وما فقدتش الانسانيه بتاعتها ولا لحظه برغم كل اللي حصل حواليها، وهي لسه زي ما هي ما اتغيرتش، بس على الاقل موتها صحى سيونغ من الصدمه اللي هو كان فيها. الحلقه اللي فاتت كانت كلها مركزه على اللعبه، لكن الحلقه دي الدايره وسعت شويه. بعد لعبه الاستغمايه شخصيات الفي اي بي وصلوا الجزيره. الشخصيات دول جزء مهم جدا من اللعبه، لان في الاخر
الاخر اللعبه دي بتتعمل عشان خاطرهم هم، ودول كلهم على بعضهم كده كانوا اسوأ شخصيات في المسلسل كله. بنرجع نشوف المحقق واخيرا بيوصل لمكان مهم، نفس المكان اللي الفرونت مان ضربوا منه ووقعوا من على الجبل. يعني دلوقتي خلاص بقت الجزيره قريبه جدا، واخيرا بعد سنين المحقق حس ان هو قرب يوصل. لكن في الناحيه التانيه الكابتن اللي اسمه بارك الخاين الخبيث شغال مع الفرونت مان بيحاول يبعد المحقق عن الجزيره باي طريقه ممكنه. وعلى الرغم من كل ده الحلقه لسه فيها وقت تقدم لنا فيه لعبه جديده. كالعاده التصميم كان مرعب، اللعبه ممكن تبان ان هي بسيطه بس هي مش كده خالص. اللاعبين لازم يعدوا واحد ورا التاني على كوبري ضيق جدا مع حفره كده صغيره في النص لازم ينطوا من فوقيها. محدش كان عاوز يخاطر بحياته هو الاول، ولكن الشخص ده اللي بدا يبقى عنده ثقه في نفسه اكتر بعد ما قتل حد في اللعبه اللي فاتت قرر يستقوي ويشوف نفسه على المدمن اللي هو صاحب سانوس. اجبره يبدا الاول وراح هدف المخدرات بتاعته في نص الكوبري. طبعا راح ورا المخدرات جري، ولما وصل لعلبه المخدرات لقاها فاضيه وفهم ان الشخص التاني ده سرق منها اخر حبايه. وفي اللحظه دي اتصدم وفضل ثابت في مكانه لحد ما وقع. سيونغ خد الطفله عدى بيها عشان كان لازم كل اللاعبين تعدي. طبعا انت هتستغرب دلوقتي، يعني الطفله لسه مولوده وبقت حد من اللاعبين، طب ازاي؟ للاسف حد من الشخصيات الفي اي بي هم اللي اقترحوا الاقتراح المعفن ده. سيونغ وصل وساب الطفله على الناحيه التانيه عشان ينقذ الام، بس وهو راجع ملحقش. الناس التانيه بدات تعدي بسرعه، واللي وصل الاول بدا يزق اي حد يقرب من النهايه، والدنيا قلبت حرب حرفيا لحد ما انتهى الامر بموت الام لانها فقدت الامل اللي هي تقدر تعدي. شخصيات الفي اي بي قرروا يدخلوا الطفل الرضيع رسميا في اللعبه عشان يزودوا التوتر اكتر، واللاعبين الباقيين وقتها حاولوا يقتلوه من غير تردد عشان بالنسبه لهم هو كده واخد نسبه كبيره من الفلوس وهو حرفيا لسه مولود. التناقض ده بياكد لنا قد ايه قوانين عشوائيه واي كلام في اللعبه دي. الحراس قالوا تلميح للعبه الاخيره، قالوا ان في اللعبه الاخيره كل لعبه يختار مين يعيش ومين يموت، بس اقل حاجه لازم 3 يموت والباقيين يقسموا الفلوس. بعدها حصل اللي محدش متوقعه، الفرونت مان استدعى سيونغ وقال له بقول لك ايه، كل الموجودين حاليا نايمين ورايحين في 7 نومه بسبب كميه الاكل اللي كلوها، خد السكينه دي وانزل خلص عليهم كلهم واطلع من اللعبه بسلام انت والرضيع، عشان انت لو عملتش كده هم اللي هيعملوا فيك كده. بعدها بينزل سيونغ وهو معاه سكينه وبيفكر في الكلام اللي فرونت مان قاله، وخلاص يعني كان فاضل له تكه ويقتل اللاعب رقم 100 اللي بالمناسبه كلنا بنكرهه. بظهر فلاش باك هو الفرونت مان حصل له نفس الموقف ده زمان، كان بيلعب في مره والراجل العجوز اللي هو مؤسس الرئيسي بتاع اللعبه استدعاه وعرض عليه نفس العرض ده، بس الفرونت مان ضعف ووقع في الفخ وقتل كل الناس اللي نايمه، بس سيونغ ما عملش كده. فاكرين الراجل اللي كانت جثته هتتشرح بس جت بنته وانقذته؟ هي فعلا انقذته من الموت وساعدته اللي هو يهرب ويروح لبنته في المستشفى، بس وقتها كان في حراس بتطارده. البنت دي عملت ايه بقى؟ راحت لمساعد فرونت مان وطلبت منه يمسح اي دليل ان الراجل ده كان بيلعب معاهم اللعبه دي، بس هو رفض وقلب الترابيزه عليها وهما الاتنين مسكوا في بعض وطحنوا بعض ضرب، في الاخر قدرت تتخلص منه وقتلته. بعدها بتبدا لعبه جديده بتبقى عباره عن 3 اشكال، مربع ومثلث ودايره، وكل مرحله فيهم لازم حد من ال9 يموت ومنهم الطفل الرضيع. بنلاحظ ان الناس كلها منهم ابو الطفل الرضيع ضد سيونغ والطفل. بعد مناقشات وخناقات كتير على مين يعني اللي يموت نفسه اتصفت في الاخر على 3 بس اللي عايشين. طبعا كلنا عارفين ان سيونغ متمسك بالطفل جدا، انا ما كنتش متوقع بصراحه ان ابو الطفل يوصل للمرحله دي من الالعاب، بس هو طلع من اذكى اللاعبين. بينط على البرج الثالث وبيطلع العصايه الحديد اللي في الارض ويطلب من سيونغ يديله الطفله. طبعا كلنا عارفين اللي هو مش ناوي ينقذها، بالعكس هو عاوز يسيب سيونغ في البرج الثاني ويزق الطفله بتاعته من فوق البرج عشان ياخد كل الفلوس لوحده. في الاخر سيونغ فعلا بيسلموا الطفله وبعدين بينط للبرج الثالث قبل ما الجسر يتسحب. الاثنين بيفضلوا ماسكين في طرف البرج وابو الطفله بيقع ويموت وبيفضل سيونغ هو والطفله بس اللي عايشين. في اللحظه دي قرر سيونغ يثبت للناس كلها المسؤوله عن اللعبه دي ان الانسانيه هتفضل موجوده مهما يعملوا، وان مش كل الناس ما عندهاش ضمير زيهم. قال في الاخر اللي احنا مش زي الاحصنه، احنا بشر والبشر هم، وما كملش بقى الجمله، وده لانهم عارفين اللي هم مش مهتمين يعرفوا البشر ايه اصلا. هو عارف ان النوع ده من الناس مش بيهتموا لاي حد في اللعبه او بره اللعبه عموما، فما كملش الجمله دي وقال محدش كده كده هيهتم، قام ناطط من فوق الجبل. وبصراحه دي كانت من اكتر النهايات المنطقيه للمسلسل ده، برغم اللي هي ضايقتنا شويه طبعا، بس ما كانش في نهايه تانية منطقيه اكتر من دي. واخيرا وبعد سنين كتير المحقق وصل لمكان الجزيره، واخيرا بس يا ريته لحق حاجه، ده وصل لما الناس كلها ماتت. الفرونت مان كان عارف اللي هو جاي، قام فعل وضعيه التدمير الذاتي عشان يدمر كل حاجه ويهرب. طبعا شخصيات الفي اي بي هربوا، بس البنت وهي بتحرق ملفات اللاعبين جت بتبص على الملف بتاعها، بنعرف ان بنتها اللي سابتها بعد ما هربت كوريا الشماليه ماتت. واخيرا بنفهم سر التصرفات الغريبه بتاعتها، كل اللي هي عملته ده كان بسبب الذنب والندم اللي هي عايشه فيه،
بسبب اللي هي سابت الطفله بتاعتها وهربت. عشان كده شاركت في اللعبه دي عشان تهرب من نفسها. كانت ناويه تموت نفسها في الاخر، ولكن لما شافت سيونغ بيضحي بنفسه عشان الطفله ده رجع لها امل تاني، وبترجع في كلامها تلبس لبس الحراس وبتهرب مع الباقي. المحقق في الاخر بيلاحظ ان الفرونت مان ساب للطفله ظرف فيه رساله مكتوب فيها ان الطفله كسبت ومعاها فيزا برضو فيها فلوس المسابقه. في نفس الوقت البنت اللي حرقت ملفات اللاعبين بتروح للملاهي اللي كانت بتشتغل فيها زمان، وبتشوف الشخص اللي انقذت حياته في اللعبه، وبتلاقي بنته برضو معاه، وبنلاحظ اللي هي خفت من السرطان. بس كل ده وهم ما يعرفوش اللي هي البنت اللي انقذت حياته. بعدها بتجيلها مكالمه من منظمه كده معينه، وبيقولوا ليها ان في احتمال ان بنتها لسه تكون عايشه. واخر حاجه الفرونت مان بيروح لامريكا وبيسلم باقي الفلوس بتاعت سيونغ لبنته اللي ما ظهرتش تقريبا غير مره واحده بس في الموسم الاول. وبالنسبه للنقطه اللي الناس ما فهمتهاش، وهو الفرونت مان كان قاعد في العربيه بيبص من الشباك، لقى بنت لابسه بدله وبتلعب لعبه مع حد باين يعني اللي هو بيعاني من الفلوس. وده تلميح كبير جدا ان في احتماليه يبقى في نسخه جديده من سكويد جيم تكون نسخه امريكيه. هو ممكن يكون المكان اتفجر ايوه، بس مش معنى كده ان كل الالعاب انتهت، لان واضح ان في منظمات تانية حوالين العالم. ده غير ان الشخصيات اللي في اي بي نفسهم هربوا، يعني اللعبه لسه شغاله. وكده تبقى مسيره سكويد جيم كلها تقريبا خلصت، وده يبقى من احسن المسلسلات اللي قدموا فعلا معنى حقيقي في الحلقات بتاعتها، وبينوا الشخصيات الطماعه والجشعه بصوره واضحه جدا. وكون ان النهايه معناها ان اللعبه لسه مستمره والناس لسه بتلعبها، فده معناه ان لسه في ناس طماعه والجشع لسه موجود في كل الانظمه الفاسده، وكل حاجه تفضل موجوده زي ما هي. كده هكون اتكلمت عن الموسم الثالث بكل النقط اللي فيه، وشرحت فيه كل الحاجات اللي ممكن ما تكونش مفهومه. كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.